الانترفيور لما بيعمل معاك مقابله عمل بيشوف السي في بتاعك او السيره الذاتيه لمده تقريبا 30 ثانيه، ومن بعدها بيقعد معاك حوالي 30 دقيقه، واللي بيحدد فعلا انت هتشتغل ولا لا هم ال 30 دقيقه دول. فالاثنين زي ما تقول كده بيعملوا كومبو مع بعض، بس الاهم ال 30 دقيقة. فأنت محتاج تكون جاهز عشان خاطر الهدف بتاعك إن بعد ال 30 دقيقة دول تبقى خارج وأنت عارف إنك مقبول. عايز تعرف ده يحصل إزاي؟ طبعا أكيد يعني. أنا جاي النهاردة معايا الحل، خليك معايا وهتعرف كل حاجة. ومساء الفل إفري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. فاكرين كنا اتكلمنا من فتره كده اكتر من مره عن فرصه حلوه بتيجي كده كل شويه من شركه ماكنزي العالميه، وهو برنامج ماكنزي فورورد. هي فرصه مجانيه والبرنامج مجاني، بيعلمك حاجات كتيره جدا عشان تاهلك لمستقبلك العملي، تتعلم فيها مهارات كتيره جدا لمده طويله وكمان مجانا. لو انت خلصت ثانويه عامه وعندك خبره تقل عن 5 سنين، الفيديو ده بتاعك جدا، ما ينفعش تفوته من غير ما تستغل الفرصه دي. السوفت سكيلز جزء لا يتجزأ من حياتك العمليه، ده احنا لازم نتفق عليه. يعني حلو ان انا ابقى فاهم بشكل تقني المجال اللي انا شغال فيه، ولكن لو انا ما عنديش سوفت سكيلز او اللي بيسموها مهارات ناعمه عشان خاطر اقدر اتعامل مع كل اللي حواليا والبيئه اللي حواليا في الشغل، مش هتكمل. فهي سوفت سكيلز اساس من اساسيات الشغل. تمام، هنضيف على حته السوفت سكيلز حته الذكاء الاصطناعي او الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس. دلوقتي الارتفيشال انتليجنس او الاي اي بيستخدم حاجات كتير جدا ويستبدل وظائف كتيره جدا، بس لغايه دلوقتي مش قادر ان هو يستبدل البني ادمين او الانسان بشكل عام في حاجه واحده اللي هي السوفت سكيلز. ودي فرصه. الوظائف بقى اللي بيتدخل فيها مشاعر واحاسيس ومهارات اجتماعيه وعاطفيه بيبقى صعب للاي اي ان هو يستبدلها، وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده بخصوص الموضوع ده عن الوظائف اللي صعب الاي اي يستبدلها. هتلاقي الرابط بتاعه موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو. البرنامج اللي معانا النهارده هو برنامج فورورد المقدم من شركه ماكنزي اند كومباني. هو برنامج تدريبي بالانجلش وعن بعد، يعني اونلاين. البرنامج بيستهدف الشباب اللي خلصوا الثانويه عامه وعندهم خبره شغل اقل من 5 سنين. طب لو انا عندي خبره اكتر من 5 سنين ومهتم، تقدر تقدم فيه في حاله واحده لو انت لغايه هذه اللحظه ما مسكتش منصب اداري، يعني ما كنتش تيم ليدر او مانجر، اللي هو من الاخر ما فيش حد اشتغل تحتيك. برنامج فورورد هيعلمك لمده 10 اسابيع مجانا، وهيركز على النقط اللي جايه دي. هيعلمك adaptability and resilience، واللي هي القدره على التكيف والمرونه. هيعلمك problem solving او حل المشكلات. هيعلمك communication for impact او التواصل من اجل التاثير. هيعلمك اكتر عن ال relationships and well-being واللي هي العلاقات والرفاهيه. وكمان my digital toolkit او ادواتي الرقميه. بعد ما تخلص برنامج فورورد اللي هو لمده 10 اسابيع، هيبقى معاك بادج واللي هي اشاره رقميه بتثبت انك خلصت البرنامج ده. انت بعد البرنامج ما يخلص معاك هتحس ان انت انسان مختلف، وعينك اتفتحت على افق مختلفه، وهتحس نفسك جاهز لشغل اكتر. فلو تطبق عليك الشروط اللي اتكلمنا فيها، انك تكون مخلص ثانويه عامه وعندك خبره اقل من 5 سنين، او مخلص جامعه مثلا وابتديت شغل اوريدي بس ما مسكتش منصب قيادي او منصب اداري، تقدر تقدم. هتلاقي رابط التسجيل موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو. ولو انت كنت من اللي سجلوا قبل كده في برنامج فورورد، يا ريت تسيب لنا الفيدباك بتاعك في كومنت. يا رب تكون استفدت النهارده او اتبسطت. وثانك يو سو ماتش فور واتشنج، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي.